شلون تعرفين هذا الرجل يحب الصدق؟ لو فقط دا يلعب. أول شيء من البداية راح يكون صادق وياك، من البداية نيته طيبة، وراح يكون أشبه بورقة بيضة بدون لف ودوران، إنسان واضح تماما. ثاني شغلة راح يحسسك إنه أنت جزء من عالمه، جزء من هذا عالمه، جزء من حياته، كل تفاصيل يوم ما راح يخفيها، لا راح يجي ويشاركك إياها. ثالث شغلة اهتمامه راح يكون متواصل بدون أي انقطاع، ولو صار شيء بحياته وغاب عنك لفترة راح يجي ويعتذر ويوضح لك اللي صار وياه. رابع شغلة يهتم هواي الرأيك، يناقشك بأمور حياته، يحب يسمع وجهة نظرك بكل أمور حياته المختلفة. خامس شغلة راح تشوفيه لابد أن يكون راسم خطة مستقبلية واضحة لعلاقتكم، وهالشيء هم ما راح يخفي، راح يجي ويشاركك اياه ويناقشك بيها. سادس شغلة بوقت اللي تحتاجيه، بوقت اللي محتاجه شخص يسمعك، راح تشوفيه واقف ويساعد ويدور وياك حلول لمشاكلك، واكيد راح يعتبر مشكلتك هاي هي مشكلته. سابع شغلة واخر شيء راح يسعى دائما بدون اي ملل بان يرسم الفرحة على وجهك، وساعاتك تهمه هواية وراح تكون شيء من اولوياته. وبس هذا هو.